الزمالك اتعادل مع المقاولين في الثواني الاخيره في تاني مباراه ليه في الدوري عشان يخسر النقطه الرابعه من اجمالي 6 نقاط. طبعا كله كان متوقع المستوى ده للزمالك السنه دي، الزملكاويه قبل اي حد عارفين ان السنه دي هم روايح 2005. لكن في بعض الملاحظات بقى على المباراه. مبدئيا المقاولين لو فضل بالشكل ده، عارف ان عنده غيابات، عنده فاروق، عنده عمار حمدي، في غيابات كتير اصابات، لكن لو ما استرجعش لعيبته الغايبه دي وفضل بالشكل ده، فرصه بقاء المقاولين على المستوى اللي شفناه دوت في الدوري هتبقى صعبه جدا. نيجي بقى لفريق الزمالك. الحقيقه اللي سوريو بيعمله في الزمالك لو حد متسلط عليهم مش هيعمل كده. انك تقعد سيف الدين الجزيري، قعد كمان ناصر منسي البديل بتاعه، السيد عبد الله اللي كان عامل ماتش هايل الماتش اللي فات، وتبدا ببيسو وايش ومش عارف. انا حاسس ان في صنايعيه في الملعب، اسماء صنايعيه، حسام بتفرج على نادي الحرفيين. فبيعمل حتى قراراته الفنيه، تغييراته، الراجل تحس لو هو عايز يضر النادي ده مش هيعمل حاجه اكتر من اللي بيعملها. ولكن عايز اقول التحكيم قبل ما انقل على الماتش، انا قلت يمكن الفيديو اللي فات، انا حاسس ان السنه دي التحكيم حاسس كده في لا في روح جديده، في ناس بدات تحب نفسها، في ناس شايف روح عداله، واستثنيت حتى ابراهيم نور الدين. النهارده باكد على كلامي، امين عمر عمل ماتش هايل، محمد عادل استغل ان هو على الفار، حاول. يعني انا فكره ضربه الجزاء اللي انت جايبه عشان يحسبها كره مش من داخل ال 18 اصلا، فانت فكره استدعائك ليه اصلا غلط. ده غير ان انت ما استنيتش الكره تطلع، حرصك قوي واللعب ماشي، كان اول مره اشوفها في الدوري ديت، واللعب ماشي وقفت اللعب عشان تجيبه وكانك متاكد مليون في الميه، وفي الاخر ما اتحسبش. فالغريب انك تجيب لحكم واللعب ماشي، فالمفروض انت متاكد مليون في الميه، طبيعي ان الحكم يحسب، في الاخر الحكم يطلع ما يحسبش. وسماع صوتهم وهم بيتكلموا في ناس، انا فرحان جدا بده واتمنى ده يحصل على طول، لان ده هيخلي اي حد بعد كده عارف ان صوته مسموع هيبقى كاشف لاي محاوله ان حكم يحاول يلوي ذراع الحقيقه. فاتمنى ان الموضوع ده يستمر على طول. فبحيي جدا امين عمر على المباراه اللي عملها النهارده. اما نادي الزمالك النهارده، انا بصراحه انا مش فاهمكم، انتوا نادي غريب كده، عندكم كده عادات غريبه، مفاهيم غريبه. انت رايح الاصولي بتلاعب فريق النهارده خسران الماتش الاول 2-0 من فريق لسه طالع من الدرجه الثانيه، يعني احتماليه فوزك تتعدى ال 100%. ففكره ان الجون يتاخر معاك ويجي لك في الدقيقه حاجه و70 الجون اللي اتلغى اهو جه، فالمفروض ان انت تكون يعني اخيرا جبت الجون، انت المفروض كسبان ماتش مرتاح. يعني انا مستني الزمالك يجيب جون في اي وقت، لان اداء المقاولين اداء سيء جدا، يعني اداء دفاعي بحت، ويرد حتى يعني فريق تقيل على الارض. لا، فيجي الجول قبل ما يتلغى، فريق المدرب يعني انت بتعيط ليه؟ السؤال انت بتعيط ليه؟ انا عايز افهم. يعني تاني ماتش في الدوري بتلاعب فريق مغلوب الماتش الاول من فريق طالع من درجه ثانيه، ماتش عادي جدا، ماتش لا انت بتلعب على بطوله ولا هو في المراحل الاخيره اللي النقطه فيه كمان، ده لسه بدايه الدوري. ايه تعيط ليه؟ وفرحه اوفر، فرحتكم حتى غريبه. يعني حتى يعني مصطفى شلبي ما كانش كده اصلا، مصطفى شلبي ده في انبي ما كانش متسول ضربات جزاء، برضو عندكم حته تسول ضربات الجزاء ده لما الفوز بيتاخر، حاجه غريبه. وتتلموا كلكم حوالين الحكم كده والجماهير، ما اعرفش نادي كده طباع غريبه. الطبيعي لما يبقى عندي لاعب يستهتر ويتدلع، انا بقعد زي ما عملنا الاهلي في رمضان صبحي لما وقف على الكوره، زي احمد عبد الله احيانا بنهاجمه. انت لاعب عندك انت نفسك مش طايقه في الملعب، وعلى طول بتعملوا ضده، بتشتموا فيه وبتغلطوا فيه ومش حابين وجوده، اللي هو اوباما. لما اتمظهر وقعد يتدلع بالكوره قعدتوا تهتفوا باسمه في الاستاد، فكان العقاب. ما اعرفش، غريبه بصراحه، نادي كده عندكم عادات غريبه، ما مش فاهم. شيكابالا الزملكاويه قبل الاهلاويه عارفين ان الراجل ده، والله مش عايز اقولها بس هي ملهاش غير كده، ما بيجيش الخير على رجله، مش هقولها بس هختار اللفظ ده. كوره تحس ان هي كوره نوايا فعلا. طول ما الراجل ده موجود انت لا في بطوله لا في فوز، ما تحس ان هو تميمه سيئه، تميمه حظ سيئه. وجماهير الزمالك هي اللي عارفه كده من قبلنا، سيبك من اللقطات دي، هم ناس بتفرح بالكعب، بتفرح بشتيمه الاهلي، مش عارف ايه، هو القصه كلها ايه، يغيظ اهلاويه بيشتم في الاهلاويه، فعشان لكن هم في حقيقه الامر لا طايقينه ولا طايقين اوباما. لكن زي ما قلت لك هم بيحبوا اللقطات، بيحبوا اللي بيغلط في الاهلي، فعشان كده المنظر ده الدلع اتعاقب بسبب الدلع بكوره المفروض طالعه ضربه مرمى تيجي في رجل محمد عبد الغني. طبعا النهارده الزمالك اترحم من عدم وجود محمود علاء واخطائه القاتله اللي بتوديهم في داهيه، لكن يطلع لهم اخوه احمد علاء اللي شاط كوره. الصراحه انا زعلان ما دخلش جول حتى لو المقاولين كانت غلب، كوره روعه من مسافه بعيده ورايحه تيجي في القائم عشان تيجي له تاني في الدقيقه 98، ولانه لاعب اهلاوي، لانه لاعب في النادي الاهلي، فطبيعي الجول بلس 90 اللي في السنه الاخيره يجي على رجل لاعب انتمى للنادي الاهلي في يوم من الايام. فتعادل احمد علاء في الدقيقه الاخيره بجول قاتل، واحتفل بعد منه للجماهير اللي انا عارف طول الماتش هارته شتيمه وكانت بتغلط في النادي الاهلي، لكنه في الاخر رد عليهم بهدف قاتل وبعلامه النسر. مبروك المقاولين النقطه.